تخيل كده لو كل واحد فيكم انت واخوك خد 50 دولار في ايديه، اخوك هيجري على طول على مطعم تاكو بيل، ومش بس كده ده هيعزم اصحابه وكمان يصرفها كلها. اما انت بقى هتروح تشيل 40 دولار في البنك وتخلي معاك 10 دولار بس للمصاريف. بعد شهر واحد البنك هيديك فايده زياده قيمتها تلت في المية، يعني هتلاقي نفسك كسبت 13 سنت زياده لمجرد انك حوشت فلوسك. الشهر اللي بعده كل واحد فيكم هيجيله 50 دولار تانية من جديد، اخوك هيجري يشتري بيها حاجه حلوه عملاقه ويخلصها، وانت هتحوش 40 دولار كمان فوق القدام، والبنك هيديك فايده تلت في المية مره تانية، بس المره دي الفايده هتتحسب على 80 دولار، فعلشان كده هتكسب المره دي حوالي 26 سنت زياده. ولو فضل الحال على كده كل شهر اخوك بيصرف كل قرش معاه، وانت بتشيل اغلب فلوسك وتدخرها، وكل مره بتعمل فيها كده بتكسب فايده زياده، والفايده دي بتكبر اكتر كل ما ادخاراتك بتزيد. بعد 10 سنين كامله اخوك مش هيطلع باي حاجه غير زياده في الوزن وتسوس في السنان، اما انت فهيكون معاك في البنك حوالي 6000 دولار كاملين، وكلهم في الاخر فلوس حرام.